السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه الأخبار؟ يا رب نكون بخير. انتهت مباراة مصر وبلجيكا بالتعادل 1-1 بعد ما كان المنتخب المصري متقدم في الشوط الأول بنتيجة 1-0 بهدف. ولا أجمل من إمام عاشور اللي بصراحة عمل ماتش عمره النهاردة قدام منتخب بلجيكا، بتغير في الشوط الثاني. ولكن خلينا برضو ندي كل واحد حقه في المباراة دي، وأولهم وعلى رأسهم هو العميد حسام حسن اللي أدار المباراة بعقلية أوروبية خلينا نقول، وعارف إمكانيات فريقه، وكان قاري منتخب بلجيكا بصراحة بطريقة أبهرت الجميع، ورد على كل المشككين اللي موجودين في مصر على إمكانيات حسام حسن الكبيرة في عالم التدريب. ولما لا بجد والله، ولما لا وهو معاه سكواد تقيل يا جماعه. يعني اللي مش شايف سكواد منتخب مصر ده سكواد تقيل، يبقى في حاجه، في مشكله. الحمد لله رب العالمين ان هي بصراحه خلصت على كده، وعجبنا كذا حاجه في المباراه. اولا هي الروح القتاليه اللي طبعا يرجع فيها الفضل ربنا سبحانه وتعالى اول حاجه، وبعد كده كابتن حسام حسن ان هو يقدر يحط جرينتا عاليه جدا في اللعيبه عشان تديك المردود اللي انت شفته النهارده قدام منتخب بلجيكا. كان ناقصنا بس اللمسه الاخيره، يعني مثلا زي عمر مرموش مضيع لوحده ولا جونين ثلاثه كان كفيل ان هو يخلص المباراه. عندك برضو محمد صلاح النهارده عمل ماتش عالي جدا. وعجبني البوزيشن الجديد بتاع محمد صلاح، ان هو مش متطرف، لا ده هو لعب كصانع العاب النهارده، او خلينا نقول مهاجم وهمي، كان بيبدل ادوار مع عمر مرموش، او كان بيمشي الاطراف وعمر مرموش كمان. فده بوزيشن حلو، ده احتراما برضو للياقه محمد صلاح اللي طبيعي جدا تكون نازله لسبب عامل السن والكلام ده كله، ولكن اوفر محمد صلاح عمل ماتش محترم جدا. زيكو عمل ماتش كويس جدا برضو، ولكن انا كان عندي يعني امل ان زيكو ممكن يطلع، كان ينزل مكانه هيثم حسن، ولكن هي رؤيه المدير الفني ان هو ينزل احمد سيد زيزو، خصوصا ان انت خلاص المايند سيت بتاعك ان انت عايز تروح تلعب على المرتدات، فبالتالي محتاج لعيبه سريعه ومهاريه، والحاجتين دول بيتوفروا في لاعب زي هيثم حسن. اي نعم زيزو سريع ولكنه مش بمهاره هيثم حسن، كمان هيثم حسن هو اشول، فناحيه اليمين دي هتكون على عدلته، فبالتالي كان هيعمل فرق كبير جدا في المباراه. ولكن برضو نرجع ونقول انها رؤيه مدير فني. النهارده واحد من الناس اللي يعني انا بحمد ربنا بصراحه ان احنا عندنا حارس كبير جدا زي مصطفى شوبير، بجد والله. وانا لو مني من والده مصطفى شوبير انا اروح اذبح له عجل النهارده وافرقه لله عشان ربنا يحفظه ويصونه. حاجه ما شاء الله تبارك الله. واحد زي مصطفى شوبير المفروض حرفيا يحترف في اوروبا، لان ما شاء الله مستواه اعلى من ناس كتير جدا بتلعب في اوروبا في الدوريات الخمسه الكبرى. احنا يعني بنتابع برضو المباريات دي وبنشوف، ولا مصطفى شوبير يستحق ان هو يكون في على الاقل في الدوري الانجليزي. وان شاء الله رب العالمين ولما لا ان شاء الله ممكن الكاس العالم دي تكون بدايه انطلاقه لمصطفى شوبير ان هو يحترف في الدوريات الكبرى ان شاء الله رب العالمين. ياسر ابراهيم عمل ماتش ولا اروع، حمدي فتحي ماتش ولا اروع لحد ما خرج. محمد هاني ماتش من ماتشات عمره. محمد هاني هو اوريدي عنده الخبره الدوليه ولعب على لعيبه كبيره جدا عالميه زي فينيسيوس جونيور ولاعيبه كتير في انديه كبيره جدا في اوروبا. والنهارده يكفي ان احنا نقول ان دوكو غير البوزيشن بتاعه علشان مش عارف يعمل حاجه مع محمد هاني، نقطه ومن اول السطر. يعني دي تكفيه، دي تتحط في السي في بتاعه. احمد فتوح النهارده عمل ماتش ولا اروع برضو لحد ما خرج، لان طبعا لياقة احمد فتوح ما بيجيبش الماتش 90 دقيقه، نزل مكانه كريم حافظ برضو فريش ليجز، فدي حاجه كانت كويسه. الحاجه برضو اللي كانت قلقاني شويه هو مروان عطيه، ان هو حته ان هو ياخد انذار تاني، وهو كان قريب ان هو ياخد انذار تاني. لو لا قدر الله كان اخد طرد كان ممكن المباراه خلاص انت راحت منك خالص يعني. طبيعي جدا الضغط بيولد انفجار، انت كسبان 1-0 وخلاص بتلعب على المرتدات، والمنتخب البلجيكي نازل فيك ضغط 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 ضغط. طبيعي جدا
من اخطاء ممكن يجي جون زي ما شفنا حصل ما بين لوكاكو ومحمد هاني. ومين يقدر يوقف لوكاكو؟ انت الولد ما شاء الله دبابه بشريه، دبابه بشريه، عايز له اقول له ايه زي هالك عشان يوقفه اساسا يعني. ولكن الحمد لله رب العالمين. عندك برضو زي ما قلنا محمد صلاح عمل ماتش هايل. امام عاشور حدث ولا حرج يعني. احنا قلنا في الفيديو اللي فات مواصفات امام عاشور، لعيب مهاري، شويط، وحط تحت شويط دي 100 خط، جايب اكتر من جون من بره ال 18. في الدفاع حدث ولا حرج. امام عاشور كان بيطلع كور من عند ال 18 بتاعنا احنا، فما شاء الله تبارك الله حاجه جميله. كان المفروض ان هو فعلا ياخد رجل مباراه. ما اعرفش هو مين رجل مباراه لحد دلوقتي، ولكن هو لو كمل كان عنده هاي بوتنشال ان هو يكسب رجل المباراه للمباراه بتاعت مصر وبلجيكا. عندك كمان مهند لاشين. انا ما حسيتوش قوي في المباراه، ولكن اكيد ادى الواجبات الدفاعيه بتاعته. عندك كمان زيكو عمل اللي عليه برضو، وزي ما قلنا كان هيثم حسن كان ممكن يكون ليه دور كبير جدا في المباراه دي. دلوقتي هيتلعب النهارده برضو بعد كام ساعه هيتلعب ماتش نيوزيلندا وايران، واللي نتمنى ان شاء الله رب العالمين ان هو يخلص 1-1 او 0-0 تعادل باي نتيجه، علشان حظوظك تفضل موجوده في المجموعه. لان انت دلوقتي انت بتدور على الصعود، انت بتدور ان انت تصعد الدور اللي بعد كده، فانت مهمتك دلوقتي انك تجمع اكبر عدد من النقاط. فان شاء الله ينتهي تعادل علشان يبقى المجموعه كلها متساويه. وان شاء الله رب العالمين عندنا ماتش مع نيوزيلندا يوم الاحد يوم 21 ان شاء الله. بالاداء اللي احنا شفناه والرجوله اللي احنا شفناها عندنا يعني حظوظ كويسه جدا ان احنا نقدر نكسب منتخب نيوزيلندا. ولكن احنا عايزين يا جماعه نستغل انصاف الفرص، لان الفرصه بجون ما بتتعوضش. يعني النهارده عمر مرموش مضيع ولا جونين 3، محمد صلاح برضو مضيع جون، امام عاشور ضيع جون. الحاجات دي كلها او اللاست فينش، الحاجات دي مهمه جدا في المباريات اللي بتلعب اللي بتجمع فيها نقط، وبصراحه هي مهمه في اي مباراه. فدي حاجه كابتن حسام حسن لازم يعمل عليها هايلايت للعيبه. ولكن اوفرول زي ما قلنا شابوه جدا 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 للاعيبه منتخب مصر، شابوه كابتن حسام حسن عامل مباراه ولا اروع. وحمزه عبد الكريم برضو في الكام دقيقه اللي نزلهم خلاص كسر حاجز الرهبه اللي عنده كاصغر لعيب موجود في المونديال دلوقتي، او من اصغر اللعيبه اللي موجوده في المونديال. فان شاء الله رب العالمين يكون دوره اكبر مع المنتخب المصري في المباريات اللي جايه. هي بصراحه خطوه كبيره تحسب لكابتن حسام حسن ان هو يعتمد عليه في ماتش متكهرب زي كده علشان يكسر الرهبه عنده. بيتهيألي يعني المسج وصلت. ان شاء الله مستنيين كتير من حمزه عبد الكريم في المباريات اللي جايه. نقطه كمان بصراحه عايز اعمل عليها هايلايت هنا، برضو لسه في بعض الناس اللي بتهاجم كابتن حسام علشان مصطفى محمد. وكان علي محمد علي المذيع المصري عمل لها كده ايه منشن في الشوط الاول. ولكن يعني احنا كمصريين احنا مش شاغلين بالنا بالكلام ده، ولكن في بعض فئه كده الفئه الحقوده الغيوره الغير سويه نفسيا هي اللي لسه بتهاجم كابتن حسام حسن حتى لو عمل ماتش كويس. يعني انت لما تروح تتابع البرامج المصريه دلوقتي مثلا او النهارده بالليل، طب ما قعدت مصاطب، قعدة المصطبه بتاعت النهارده بالليل هيطلع لك فيه القطط الفطسانه. انما نادرا جدا ما هتلاقي حد يقول لك والله ده احنا عملنا ماتش كبير جدا قدام بلجيكا. حته بقى ان علي محمد علي لما عمل منشن على مصطفى محمد كان ممكن يضم مصطفى محمد يغير معاه المباراه والكلام ده كله. طب انت كراجل بتاع ارقام واحصائيات والكلام ده كله، لما تيجي تقول لي ارقام مصطفى محمد يعني مش اخر سنه، خلينا نقول اخر 5 سنين يا سيدي، اخر 5 سنين اديني ارقام مصطفى محمد، هتلاقي مفيش، حرفيا مفيش. مهاجم متواضع جدا جدا جدا. لعب مع الفريق بتاعه ما كانش اساسي وكان بينزل احتياطي، والفريق بتاعه اصلا نزل درجه تانية. فيعني انا مش فاهم ايه المانع من تجديد الدماء وتجديد الدوافع وتجديد اللعيبه من ايا كان اللعيب ده منين او بيلعب في فريق ايه. دي حاجه مهمه جدا. انا مش فاهم العقليه دي بتفكر ازاي.
فالحمد لله رب العالمين، اوفرول كان ماتش هايل جدا من كابتن حسام حسن ولاعيبه المنتخب المصري، وان شاء الله رب العالمين نتمنى اليوم التوفيق في المباراه الجايه قدام نيوزيلندا، لان لا بديل فيها عن الفوز. وما تنساش اللي هيحدد مكانك في المجموعه هو ماتش نيوزيلندا وايران اللي هيتلعب كمان كام ساعه. نسال الله التسهيل ان شاء الله رب العالمين، ودعواتكم للمنتخب المصري، وان شاء الله رب العالمين في كاس العالم دي نوصل لابعد الحدود. السلام عليكم.